مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كيكة والله العظيم طعمها تحفة تحفة تحفة. في 10 دقايق هتكوني عملتي احلى صينية كيكة، طعمها جبار. بصوا طعمها حلو قوي. وهنعمل لها صوص كده بودنج برتقال من فوق، يا سلام طعمها في حتة تانية خالص. نبدأ كده وقولوا بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي اول مرة يشوف قناتي. عندي بقى كمية من البرتقان، هاتي 5 6 حبات برتقان كده او الموجود عندك. هنقطع واحدة برتقانة 4/4، ويا ريت يكون برتقان بسرعة عشان ما يكونش فيه بذر، وما يكونش فيه الحتت البيضة اللي بتبقى جوه كتير عشان ما يمررش منك. هنقطع البرتقانة كلها سليمة زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها في بولة اللي هنعمل فيها الكيكة. بولة واسعة انزلي بالبرتقانة زي ما هي كده. المهم تشيلي الجزء الاولاني من البرتقانة من اليمادي ومن اليمادي، ومن النص تشيلي الحتة البيضة اللي بتبقى في النص بس كده، وانزلي بيها بقشرها بحالها كده. انزلي عليها ب3 حبات من البيض، والبيض يكون محطوط في المطبخ مش في التلاجة. حتى لو كان في التلاجة زي عندي كده طلعيه، حطيه في طبق فيه مية دافية، وسيبي البيض 10 دقايق ولا ربع ساعة لما ايه يسحب المية السخنة، تسحب حرارة تسحب البرودة بتاعة البيض. وانزلي بقى بالبيض وكيسين من الفانيليا على البرتقانة السليمة بالشكل ده، واضربيها كويس اوي بالهاند بلندر يا اما في الخلاط، واضربيها ناعمة ناعمة لحد ما البرتقانة دي تدوب خالص ما يبقاش لها اثر، وبالذات قشر البرتقان. خلاص يعني طولي بالك شوية كده لحد ما تضربيها كويس اوي، ما يكونش فيها ريحة البرتقان باين خالص. هتطلع معايا بالشكل ده. بصوا ما عادش اي حاجه باينه للبرتقان. هننزل عليها بكوبايه كبيره من السكر، كوبايه اللي هتعايري بيها، عايري بيها كل المقادير. كوبايه من السكر على كوبايه الا ربع من الزيت والزبده، الاتنين على بعض زيت وزبده. وكوبايه في نفس الكوبايه كوبايه حليب. تمام كده، كوبايه من السكر كوبايه الا ربع زيت وزبده على بعض، انا مسيحه الزبده على الزيت، وكوبايه من الحليب. خلاص نضربهم بقى كويس كده مع بعض، واضربي كويس قوي قوي المرحله ديت عشان البيض لونه يفتح كده ويدي نتيجه هايله معاكي. تمام، هتقعدي تضربي فيه حوالي 5 دقايق. فتح البيض معايا بالشكل ده كده، والمكونات كلها انضربت مع بعض كويس قوي. اهو تعالوا بقى نعمل باقي المكونات اللي هي السايله الجافه مع بعض. عندي كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق هننخلهم كويس قوي، يعني لازم تنخلي الدقيق. اهو هننخل ادي الكوبايه وادي الكوبايه التانية. انا احتجت معلقتين كمان حطيتهم، يعني كوبايتين دقيق ومعلقتين عليهم. ادي الكوبايه التانية وعليها كيس من البيكنج باودر، ولو مش اكياس يبقى معلقه كبيره، كيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره، ونخليهم تاني ده مع ده. خلاص كده يبقى كوبايتين من الدقيق، ولو احتجتي دقيق كمان حطي معلقتين. انا احتجت معلقتين دقيق على دول حطيتهم. هنقلب كده خلاص، ذرة ملح في الاخر ما ننساش. يلا، وبعد كده بقى قلبي الدقيق والخليط ده كله في اتجاه واحد. انا في الاثناء دي ولعت فرن البوتاجاز من تحت خالص، وحطيت الشبكة في النص عشان يسخن. تمام، هنقلب بقى كويس قوي، وتعالي اديله ضربة بقى كده اهوت تاني بالهاند بلندر او بالخلاط اللي بتعملي فيه، واديها ضربة كويس قوي لحد ما كل المكونات دي تدخل في بعضها. اهو دقيقتين كده ولا حاجة. خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده تمام زي الفل. هاتي بقى الصينيه بتاعتنا، هندهنها سمنه ونبدرها ريحه دقيق. اهو بصوا هنا كده ما شاء الله اللهم بارك، بقت زي الفل. هاتي الصينيه ندهنها دهنه سمنه ونبدرها بريحه دقيق، وانزلي بقى بكل الخليط ده على الصينيه بالشكل ده. اهو خبطي بقى الصينيه كده اهوت عشان يطلع منها الهواء. وعلى الفرن بقى تحطيها في النص لحد لو ما احمرتش من فوق لوحدها، بعد ما تستوي من تحت خالص. لو ما احمرتش ولا عليها الشوايه 5 دقايق من فوق تاخد لون كده. بصوا جميله جميله. عايزه اقول لكم ان الانبوبه خلصت هنا، وانا نقلتها في الفرن الكهرباء، وانتوا عارفين لما الانبوبه بتخلص او البوتاجاز بيطفي على الكيكه بيحصل لها ايه. ماشي، بعد كده عندي البرتقال اللي باقي هنعمل بيه خليط جميل. بصوا عصرته في العصاره كده، وخدته في الخلاط ضرب كويس قوي 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 في الخلاط. حطيته هنا على البارد، وحطيت عليه معلقتين من النشا ومعلقتين من السكر. سامحوني اللقطه دي ما جاتش.
حطيت على البرتقان معلقتين من النشا ومعلقتين من السكر على البارد، دوبتهم وخدتهم رفعتهم على النار بالشكل ده. مع التقليب المستمر هيتقل معاكي وهيبقى تحفة. صوص للبرتقان للكيكة، طعم الكيكة بيه حاجة تانية خالص. اهو بعد ما خلص خلاص واستوى نقلته بقى حطيته يبرد. ادي الكيكه بتاعتي طلعت من الفرن. الحته اللي في النص دي زي ما قلت لكم الانبوبه طفت عليها، الفرن طفى عليها وانا نقلتها في الفرن الكهرباء بعد كده. تمام. هنقطع بقى كيكه خطيره طعمها تحفه، وكان مش عايزه اقول لكم الدنيا كانت تلج وبتمطر وحاجه كده ايه تلج تلج يعني. خرطة الكيكه من دي وهي دافيه يا سلام ترد الروح. اهو بصوا جميله، احلى كيكه تاكليها. انا كده هاكل بقى لما ادفي معدتي. اهي بصوا جميله وطعمها حلو حلو فوق ما تتخيل يعني. كده مش عايزه اي حاجه عليه. ولكن تعالوا بقى نحط عليها البودنج اللي احنا عملناه ده، طعمه خطير. صوص البرتقال ده تحفه. عايزه اقول لك لما تيجي تعملي زودي قوي قوي في الصوص ده، لانه بجد الكيكه بيه في حته تانية خالص، احلى بمراحل كمان. بصوا حطي بقى كده على الكيكه واستلذي بالطعم. وصحتين وهنا مقدما ليكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وتعليق حلو منكم. وادي الكيكه اهي كانت جميله جميله، وعملتها بالاستفندي طلعت تحفه، وعملتها بالليمون القضيه طلعت تحفتين. وهنزل لكم المقادير المره الجايه. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد.